تعالوا النهارده يا بنات نعمل الميني كلير بطريقه سهله جدا وبسيطه وهينجح معاكي من اول مره. جبت كوبايه الا ربع من الميه، ميه فتره، عليها 4 معالق من السكر وعليها صفار بيضتين. لحد كده تمام يا بنات، سهله جدا. بصي مش محتاجه ان انتي تعقدي الدنيا، بجد مفيش اسهل من الطريقه دي ولا انجح منها. 2 باكت من الفانيليا، يبقى كوبايه الا ربع ميه فتره، 4 معالق سكر حبيبات، وكمان صفار بيضتين، و2 باكت من الفانيليا. معايا بقى معلقه من لبن بودر، لو مش موجود الغيه، اللي هينفع يتلغي في الوصفه دي هقولك الغي. وضربتها كويس جدا. تعالي بقى هنا بعد ما ضربتها بالهاند بلندر ركنتها وجبت نص كيلو من الحليب. نص كيلو حليب يا بنات. هضيف عليه معلقه من كريم شانتيه، معلقه ونص، بس هي معلقه حلوه. ودون يا بنات باكت من النشا، لو عندك النشا السايب يبقى معلقتين يا بنات كفايه، من معلقه الطعام، مش من معلقه شاي، لا معلقه طعام. ده بقى الخليط اللي احنا كنا ضربناه بالهاند بلندر، هننزل عليه باللبن. هنعمل احلى كريم باستري. اعمليه في البيت بالطريقه السهله دي، مش تحت شرط للاكلير، لاي حاجه هتحشي بيها اعمليه بالطريقه دي، هيعجبك قوي وبجد طعمه لذيذ في منتهى الروعه. هنا يا بنات انا كان معايا نص كيلو من الحليب، حطيت عليه 75 جرام من الزيت، اسفه، من الزيت، و75 جرام من الزبده زي ما انت شايفه كده. رحت رفعتهم على النار علشان يغلوا، وبعد ما غلوا دون الباستري كريم يا بنات بعد ما نزلته من على النار، قلبته كده تقلبتين وغطيت وشه بكيس نظيف اللي هو كيس الفريزر وحطيته يبرد. مش عايزاه يعمل قشره. هنا بقى يا بنات الحليب كان غلي، رحت جبته، طبعا ده حليب وزيت وزبده مش اكتر ولا اقل. حطيت عليه نص كيلو، او بصي لو هو نص كيلو حليب هيبقى 250 جرام من الدقيق. تمام يا بنات، لحد كده سهل جدا مفيش اي كلاكيع. بصي قلبي فيه كويس، وبعد كده اول ما يبرد، لازم يبرد يا بنات، حطي البيض. انا طبعا عشان ابرده اسرع كان لازم ان انا اديله كده كام ضربه بالمضرب عشان يبرد معايا. انزلي بالبيض بيضه بيضه. تمام، 250 جرام من الدقيق عليهم 5 بيضات. هضرب بيضه بيضه او بيضتين زي ما انا عامله كده، المهم ان انت تضربيه كويس وتخلي البيض يدخل في العجينه كلها. هي حاجه كده شبه بلح الشام. تمام، بس انا في هنا مقطع يا بنات اتقص معايا. هو للامانه ما تقصش، هو انا كنت بصور وفاكره الكاميرا كانت شغاله لكن هي ما كانتش شغاله. طب ايه اللي اتشال؟ اللي اتشال يا بنات انا وبقمع الكلير طبعا في كيس حلواني عادي وبالقمع، وتحطيه في الصاج، هتدخليه الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط بالظبط. بيقعد معاكي تلت ساعة وبتلاقيه انتفخ وعلي. بتفتحيه زي الساندوتش كده وبتحشيه من الكريم باستري وبتحطي على الوش بتاعه شوكولاتة سايحة. هو ده يا بنات المقطع اللي اتشال مني. طبعا انتوا مش محتاجة ان انتوا يبقى صعب عليكم، انتوا اشطر من كده بكتير، بس انا قلت لازم ينزل الفيديو لاني حرام الفيديو ده ما ينزل لكوش. اشوفكم على خير، مع السلامة.